والنهاردة بقى هنعمل مشروب جميل جدا بنشتريه من الكافيهات والمحلات العصير بأرقام خيالية، واحنا هنعمله النهاردة في البيت بحاجات بسيطة خالص. والأول بدأنا نسمي الله وفرطنا الرمان. طبعا فرطي الرمان بالطريقة اللي تعجبك وأي طريقة تحبيها. أنا فرطت هنا معايا رمانتين صغيرين، ممكن انت تعملي على قد ما انت عايزة. أنا هعمل 4 كوبايات عصير بس انت لو عايزة تكتري اعملي. ومعانا هنا كوباية مية مغلية هنحط عليها معلقتين كبار من الجيلي كده. طبعا انت اي نوع جيلي بتفضليه، بس جيلي الفراولة ده بيغنيكي عن شربات الفراولة، لان مش موجود، وحتى لو موجود غالي جدا. فاحنا عملنا ايه؟ حطينا شربات الفراولة. سوري يا جماعة، هنعمل شربات فراولة. حطينا كوباية مية مغلية وعليها معلقتين كبار من الجيلي، واديناها تقليبة كده مع معلقتين سكر. والسكر حسب الرغبة، لو عايزة سكر اكتر حطي، عايزة ما تحطيش سكر خالص براحتك. بس هو كده كان طعمه مظبوط جدا بالنسبة لي. بالنسبة لك انت شوفي ايه اللي يعجبك واعمليه، ودوقي واعملي اللي يريحك. كده مسكناه. كل اللي عملناه فرطنا الرمان. فرطيه بقى بالطريقة اللي تعجبك، بتفرطيه بايدك، بتفرطيه بآلة، بتفتحها كده نصين وتفضلي تدققي عليها من فوق. فرطيه بالطريقة اللي تعجبك خالص. وبعد كده حطينا على الرمان كمية مية حوالي كوبايتين كمان قد اللي معايا دي. عشان هيعملي 3 كوبايات مش صغيرين، فانا حطيت عليه كوبايتين مية كبار مع الكوباية اللي انا بدوبها دي. بسم الله ما شاء الله، الكوباية اللي فيها الجيلي دي. وبس كده عملنا الشربات من غير اي افتكاسات. سهل وسريع. عملنا العصير من غير اي افتكاسات، سهل وسريع وطعمه يجنن يا جماعة حرفيا. في المرحلة دي بقى معلقة مية ورد أو معلقة فانيليا اللي يعجبك. طبعا أنا حطيت معلقة مية ورد، بس بصراحة ما صورتهاش أو الكاميرا ما جبتهاش يعني. فأنا حطيت معلقة مية ورد. فانت حطي فانيليا، حطي مية ورد، حطي اللي مش عايزة تحطي خالص، هي بتبقى ريحتها ممتازة وطعمها جميل زي ما انت عايز. وبدأت كده مسكت الكاسات بتاعتي وبدأت أعبيها. الكاس ده ما شاء الله كبير، بياخد قد مج كبير. عبيتهم كده. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك للقناة. وطبعا قولولي انتوا عايزين ايه، يعني عايزين فيديوهات طويلة ولا فيديوهات صغيرة؟ بتحبوا العزايم والطبخات الكتير اعمل لكم فيديوهات من النوع ده، ولا انتوا بتحبوا الفيديو الصغير البسيط اللذيذ ده؟ قولولي انتوا بتحبوا ايه وطبعا اكتبولي محتاجين برضو الفيديو ينزل لكم امتى. بينزل لكم الصبح او اخر النهار او الظهر زي ما انتوا حابين. انا طبعا هنا علشان خاطر اساعدكم وعشان خاطر محبتكم برضو، لان محبتكم دي تهمني جدا. وبس كده خلصنا خلاص الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة، ومفيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي حاجات جديدة ولا حاجات تحير. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك زي ما قلت لكم. خلينا نكبر عيلتنا ونبقى أسرة كبيرة وجميلة. ومع السلامة.